صباحكم خيرات حسين. نزلت سؤال على البيج عندي، وكان السؤال بيقول: هل الخلافات اللي بتحصل او المشاكل اللي بتحصل ما بين الاخوات سببها مشاكل مادية، ولا سببها اختلافات في وجهات النظر، ولا سببها تسلط طرف على الطرف التاني؟ الحقيقي انه اغلب الردود صدمتني انا نفسيا. ليه صدمتني؟ اغلب الردود كانت مختلفة عن دول تماما خالص. كانت الردود عبارة عن المشكلة في تفرقة الاب والام في المعاملة من وهم صغيرين. هو الحقيقي انا محتاجة، يعني ده خلاني اكمل الكومنتات اللي حصلت بالشكل ده او اللي اتكتبت بالشكل ده كتير. انا ما بقولش صح وغلط يا جماعة، بس خليني حاسين ان انا محتاجة اطلع اتناقش معاكم، محتاجة ناخد كده وندي، وسيبونا كده من الماستر كلاس بتاع السوفت سيبلينج اللي هيحضر او مش هيحضر. بس دي مهمة لانه انا محتاجين نفهم كويس قوي، لانه مشاكل الاخوات هي من المشاكل المغمورة او اللي متغطي عليها مش عايزينها تطلع، لانه احنا بنخاف نقول او نتكلم على اخواتنا، او بنخاف نقول المشاكل دي. هو مش صح، بس تمام، انا بحترم ده جدا، بس انا حبيت التوبيك ده جدا 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 وحبيت ان انا اتكلم فيه. فكرة ان انا اقول المشاكل اللي بيني وبين اخواتي سببها هو بابا وماما، انا واحدة كنت بتعامل كده، انا واحدة كنت شايفة هي دي المشاكل انه سببها بابا او ماما في الخلافات. ليه؟ لانه كنت زمان بنتكلم على اساس انه طريقة تعاملهم معاهم بيخلي الموضوع بالنسبة لنا احنا بنكرههم، بنحط لهم في قلبنا حاجة مختلفة، فبنبدأ نتعامل على هذا الأساس. إما إن احنا بنروح نكسب بونت عند بابا أو ماما، فبنبدأ نتكلم على أختي أو أخويا في غيبتهم على أساس إن هم ما يحبوهمش، أو إن هم يحسوا إن هم بيعملوا حاجة غلط، فيبدأ الزعل أو الغضب يبقى موجود. او اللي بيحصل انه الخلافات ما بين الاخوات نفسهم، في ان كل واحدة ممكن تطلع اختها، اخت تطلع اختها غلطانة قدام الناس عشان خاطر هي واخدة مكانة عند باباها او مامتها بشكل مختلف، او اخ ممكن يجي على اخوه علشان خاطر هو بيتعامل بشكل معين في الاخوة، مثلا هو مش شايف ان هو يقدر يعمل ده، او مش حاسس ان هي دي الاخوة من وجهة نظره هو، فبنبدأ نتعامل بالشكل ده. الموضوع فيه تعقيدات كبيرة قوي، يعني موضوع الأخوة دي بجد فيها تعقيدات. بس خليني أرجع للنقطة اللي أنا اتكلمت فيها، النقطة بتاعت إنه المشاكل اللي بتحصل بين الأخوات وبعض سببها إن بابا أو ماما بيتعاملوا أو بيفرقوا في المعاملة ما بين الإخوات. يا جماعة أنا أقدر أستوعب إنه الكلام ده ممكن يجي من أطفال لحد 12 13 14 15 في فترة حتى المراهقة، ما عنديش مشكلة فيه. بس وانس ان انا كبرت، انا بقيت واحدة كبيرة، اخت كبيرة، اتجوزت، وصلت لل20، بدأ عندي خبرات مختلفة، او اخ اتجوز وبقى عنده ولاد، بقى فاهم الدنيا بتتعمل ازاي. مسؤولية علاقتي باخويا او اختي بتقع على عاتقي انا. يعني انا مش بنكر ان ممكن يكون في معاملة ما بين الاب والام مختلفين من وجهة نظرهم الشخصية، هو مش غلط، او اللي انا كنت بعمله سي مثلا لواحد غايب، واحد راجع، واحد تعبان، واحد مش عارف ايه، ده اوكي، ما عنديش مشكلة من وجهة نظر الاب والام، وقتها هما شايفين ان هما بيعملوا حاجة عادية جدا، مش بيفرقوا، تمام. وفكرة الحب اللي بيتاخد من الأب والأم بشكل مختلف ده احنا هنتكلم فيه برضو في حاجة تانية هنتكلم فيها. بس خليني أقول بس في الحتة دي عشان ما شتتش الدنيا. الموضوع حلو فالواحد عمال، طيب خليني أتكلم عشان ما نشتتش الدنيا. أنا أفهم إن ده يبقى في الفترة السنية الصغيرة أقولك هما غلطانين، أو هما بيفكروا بأسلوب وحش فخلاك أسلوب مختلف فخلاكوا انتوا الاتنين تبقوا ند بند، حلو. لكن بعد ما اكبر، العلاقة دي مسؤوليتها عليا انا وعلى الطرف التاني، الاخ واخته، او الاخت واختها، او الاخ واخوه، whatever، هما طرفين في علاقة، فانا محتاج ان انا ابص لها بشكل مختلف. دي علاقة زي اي علاقة، انا واخويا، انا واختي، فدي مسؤوليتها عندي انا وعند الطرف التاني.
فما ينفعش ابدا اقول اصل بابا وماما كانوا بيتعاملوا بتفرقة وبالتالي طلعوا بالشكل ده. تمام، حلو. دلوقتي انا محتاج ابص رقم واحد لمنظوري انا للعلاقة دي. هل انا لازم اكون مع اختي واخويا زي ما كنت معاهم وانا في رحاب بابا وماما، ولا في منظور جديد للاخوة؟ محتاجين نفهم ان في سيزونز مختلفة للاخوة، ودي يمكن هنتكلم فيها في سوفت سيبلينج في الماستر كلاس اللي هيبقى موجود. بس محتاجين نفهم ان في منظور مختلف. انا محتاجة اراجع المنظور ده، انا محتاجة اراجع منظور الاخوة ده. هل الاخوة بتختلف من فترة لفترة؟ المفروض انها فانا محتاجة اراجعها واشوفها ايه الغلط او ايه الافكار الغلط اللي موجودة جواي. رقم 2، لو في معاملة وحشة من الطرف التاني ليا، انا عايزة اسأل نفسي سؤال: ايه الحدود اللي انا محتاجة ارسمها هنا؟ لانه انا مسؤولة عن ان الطرف التاني بيعاملني غلط. لو اخويا بيعاملني باسلوب غلط او اختي بتعاملني باسلوب غلط، في حدود لازم تترسم هنا. ايه هي الحدود اللي انا ارسمها دي بس من غير ما اخسر العلاقة؟ ممكن الحدود دي تكون ان انا هبعد شوية علشان خاطر يبقى في نوع من الراحة شوية علشان احافظ على احترامي النفسي. ممكن الحدود دي تكون ان انا مش هدخل في جدالات مع الطرف التاني، وخصوصا لما انا ابقى عارفة ان الطرف التاني هو واحد ثابت على رأيه وافكاره وما عندوش اي قناعة ان هو يتغير، فدخولي في الجدال ده مشكلة. فايه هي الحدود اللي انا محتاجة ارسمها علشان خاطر ابوزيشن ماي سيلف في حتة كويسة وحتة صح في العلاقة دي؟ تالت حاجة، هل انا لو حطيت الحدود انا بقطع، ببقى فيه خلاص مفيش تواصل بيني وبين اخواتي؟ يعني انا محتاجة ان انا افهم ان دي ممكن تاخد فترة من الزمن لكن مش هتبقى على طول. يعني ما ينفعش ان انا يبقى في ان انا مش اوبن ان انا اريسيف منهم الحب تاني، بس بشكل مختلف بناء على المنظور الجديد اللي انا حطيته. فلازم يبقى فيها تغيرات. وكمان لازم ابقى فاهمة ان انا لما هبدأ ارسم حدود انا لازم اسأل نفسي سؤال: ايه الثمن اللي انا هدفعه في الحتة دي؟ يعني مثلا فكرة ان انا مثلا الاول كنت سايبة التعاملات المادية بيني وبين اخواتي مفتوحة، فخسرت حاجات، خسرت ان انا اديت فلوس زيادة ما كانش المفروض اديها، خسرت ان انا تغاضيت عن بعض الفلوس اتاخدت مني ما كانش المفروض اتغاضى. لما هاجي ارسم حدود انا محتاجة اعمل ايه؟ انا محتاجة افهم ان الفلوس الزيادة دي انا راحت عليا خلاص، دفعتها تمن ان انا ما كنتش حاطة منظور صح للعلاقة دي. في حاجات كتير احنا ممكن ندفع حاجة تانية، ان انا هقلل عدد المرات اللي كنت بقعد فيها مع اخويا او اختي زي زمان، ففي نوع من النوستالجيا او الذكريات اللي هتجيلي هتخليني ممكن تخليني اكسر حدودي، فده تمن انا هدفعه، ان انا استغنى شوية عن الذكريات دي شوية بتقل عددها في سبيل ان انا بحافظ على احترامي النفسي، ان انا بحافظ على العلاقة اللي ما بيننا. يا جماعة علاقة الاخوة مش علاقة مضمونة، فبالتالي ده اخويا ده اختي فهم موجودين فخلصت. انا محتاجة استثمر فيها، محتاجة ادفع فيها من وقتي ومجهودي وفلوسي عشان افهم العلاقة دي المفروض تروح فين. العلاقة دي ما ينفعش افضل قاعدة واقول انا اللي صح وهم اللي غلط. ما ينفعش اجي اقول انا تصرفي وطريقتي بناء على حب وحنان وحنية للاخوة دي وهم تصرفهم مختلف. وات اف الطريقة بتاعتك دي انت بتديها اوفر دوز، وات اف ان الطريقة بتاعتنا دي هي فيها اختلاف عن منظورهم هم للاخوة فانا بدي بطريقة غلط. انا عامل من العوامل ده صح، هياخد وقت، بس ما احنا كده كده عايشين وكده كده داخلين في علاقة. هل افضل بيتم استغلالي وانا اوكي في العلاقة دي، ولا افضل بعاد عن بعض، ولا افضل كل ما نتجمع مع بعض يبقى فيه خناقات عشان خاطر انا مش عايزة استثمر وقت في العلاقة؟ ممكن تروح لحتة تانية خالص بعد استثماري فيها، بعد ما افهم طبيعة العلاقة، بعد ما احط منظور جديد للعلاقة، بعد ما ابدأ افهم ان انا ارجع تحكم العلاقة دي في ايدي. لان وانس ان شخص واحد في العلاقة تغير، منظور العلاقة ومنظومة العلاقة هتتغير. ده تلقائي.
فمحتاجين نفهم يا جماعة ونبدأ نجاوب على الأسئلة اللي أنا قلتها في الفيديو دي. وعلى فكرة في حاجة مهمة جدا، مفيش صح ومفيش غلط، بس محتاجة أبقى حنونة على نفسي شوية، محتاجة أبقى يعني ما ابداش أأنب نفسي بكل الحاجات اللي حصلت، عشان خاطر ما ينفعش أفضل كده، ما ينفعش. أنا لو اتوجعت ممكن أسيب الدنيا وأقول خلاص أنا كنت كده. أول ما ببدأ أفكر في علاقة الأخوة بتوجع، فبقول خلاص سيبيها كده، أنا مرتاحة، بعيد عن بعض فمرتاحين، وده مش صح، وده مش صح. لكن في نفس الوقت محتاجة أبقى رحيمة بنفسي، مش لازم أجلدها على الحاجات اللي احنا بنعملها. فبليز يا جماعة لو سمحتوا بصوا لعلاقتنا بإخواتنا بشكل مختلف وبمنظور مختلف. لو عايزين تعرفوا أكتر بقى عن العلاقة دي وإزاي ممكن نبصلها بمنظور مختلف، احضري معايا الماستر كلاس سوفت سيبلينج، الأخوة الرقيقة، اللي بتكلم فيها على كل الجوانب اللي أنا اتكلمت فيها في الفيديو ده. تمام؟ وهتلاقي تفاصيلها موجودة تحت الفيديو. مستنياكي، وفهمي ان انتي تستاهلي ان انتي تحطي نفسك في علاقة أخوة تستهلك وانتي تستاهليها. اشوفكم على خير. كان معاكم كوتش نهى موسى، باوندري كوتش وريليشن شيب كوتش.